الجمهور الأشعر، الجمهور الأخطر، أهالي الشطرة، خدمة الإمام الحسين، كربلاء الصغرى، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شئتم نبتدئ بهذا المهرجان السنوي، بهذا الحضور المهيب، بهذا الحضور الذي يسر الصديق ويبغض الأعداء. إن شئتم نبتدئ بها ببركة زينب عليها السلام وبركة عبد الله الرضيع، وهذه ليلة عبد الله. اسمعوني صلوات شطرية حسينية بأعلى أعلى أعلى طاقاتكم. أنا العام يمكم وخدمتكم، وهذا شرف كبير. أخوتي أهل الشطرة، شعراء الشطرة متفضلين علي وجزاهم الله ألف خير أن يمنحوني هذا الوسام أنه أقود مهرجان الشطرة الكبير. هذا الشرف لي بيني ما بين الله، وأنا ممنون لكل شعراء الشطرة، أيضا ممنون إلى الشاعر والمبدع أيمن الزبيدي وخدام الموكب موكب العقيلة زينب عليها السلام، ممنون منكم. السنة زينب كلكم دريتوا وشفتوا نزلوا رايتها عمت عيني. احنا ما بدينا بس، بدينا قلوبنا، بدينا مشاعرنا، بدينا نصرتها بالكلمة. خلنا ننصرها بصلوات ثالثة توصل إلى قبر زينب. ما راح أعلي صوتي وأقول بأعلى أعلى أصواتكم. أقلكم اللي يعتقد أنه الزهراء حاضرة ويانا، واللي يعتقد أن صاحب العصر والزمان ينظر إلى هذا الجمهور المهيب، واللي يعتقد أن زينب حاضرة ويانا يوصل صلواته لمرقد زينب بأعلى أصواتكم. حينما بلغت الجروح سن الرشد قررت المجيء إلى الحسين ليكون لها حسن الخاتمة. ففي الطف تجد تجليات كثيرة وأكثر من الكوثر لأولي الألباب. ففي الطف تجد الفراسة وتجد الفراشة، وفي الطف تجد من يهرب من العباس نشمي، ومن يقف للعباس يقولون عنه نشمي. فكربلاء هي الحجة الدامغة، والطف هو نعمة الله السابغة. كانت أمنية الحسين واحدة بها يتمنى، وهي أن يقبل خنصر يده اليمنى. وفي ذلك اليوم انعكست موازين النوايا، فأصبحت نية السيف الأبيض هي النية السوداء، وأصبحت نية الدم الأحمر هي النية البيضاء، وأصبح الحسين هو النشيد الوطني، وهو الأوبريت العالمي، وهو الكرنفال الملحمي. فالحسين لا يقاس بكل ثائر، بل بالأنبياء والرسل وأكثر من ذلك. ولا تقاس كربلاء بالمدن بل بالسماوات، ولا تقاس عاشوراء بحوادث الدهر بل بمنعطفات الكون. مع الحسين كل هزيمة انتصار، وبدون الحسين كل انتصار هزيمة، لأن قصة عاشوراء لم تكتمل فصولها. فأن كل يوم عاشوراء وكل أرض، كل يوم عاشوراء وكل أرض. إذا واحد يحب ويصادف الحباه يحط خد على خده، تصور المنظر، يبوس بوجنته ودمعاته على الخدين. على فراق المحب يكتب لمن يقدر، وانا حسين بدليل من الزغر مكتوب لك مشتاق يا ابن الطاهر الكوثر. اطب لحضرتك واحتار ابوسك وين، اقص راسي وابوسك منحر. أيها الناس، إن الشهادة تزيد في أعمار المستشهدين. ألا ترون أن عبد الله الرضيع يعتبر اليوم من أعظم الرجال؟ اعتمد الحسين على قوة المنطق، واعتمدوا على منطق القوة. ولما سقط منطق القوة
انتصر منطق الحسين عليه السلام، وكان انتصاره أبديا. قبل عاشوراء كانت كربلاء اسما لمدينة صغيرة، أما بعد عاشوراء فقد أصبحت عنوانا لحضارة شاملة. ذبحوا أولاده وأخوانه وأصحابه ولم يهن، تمزقت رايته ولم تنكس، تمزقت أشلاءه ولم يركع، وتمزقت أشلاءه ولم يركع. إنها عزة الإيمان في أعظم تجلياتها. الحوافر ضلع منك يا بتنا وندور قمنا بالطف يا بتنا. الحوافر ضلع منك يا بتنا وندور قمنا بالطف. احترق يا حسين ما ظل، احترق يا حسين ما ظل يا بيت ان عبات افرشها لو نامت رقية. ان الحسين ليس شخصا بل هو مشروع، وليس فردا بل هو منهج. فمهما قلنا عن الحسين ومهما كتبنا عنه فلن نتجاوز فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب على ساق العرش: أن الحسين مصباح الهدى وسفينة عيدها ويا وانت حسيني. أن الحسين مصباح الهدى وسفينة. كلما حاولت أن أعبر عن الحسين بكلمات وجدت أن الكلمات عاجزة عن التعبير عن نفسها فيه، ويرتفع صراخ كلماتي بنداء يا حسين. وهل يوجد شيء في الوجود يشبهك يا حسين؟ هل أشبهك بالشمس وأنت من الشمس أسمى؟ هل أشبهك بالنجوم وهي من منزلك أدنى؟ هل أشبهك بالبحر وأنت من البحر أصفى؟ هل أشبهك بالحياة وأنت من الحياة أغلى؟ هل أشبهك بالورد وأنت من العطر أزكى؟ فبماذا أشبهك مولاي يا حسين؟ عذرا إذ انقطع الكلام، فالروح يقتلها الحنين، وأنا مكبل الهوى والحب قيد لا يلين. هيهات أنسى كربلاء وأنا بذكرها سجين، فكل قلب هتف أجنني حب ومقبولها إلى الشطرة. فكل قلب يهتف أجنني حب أجنني حب أجنني حب بعد هاي منا أجنني حب الحسين. فرجوت الله تعالى أن يلهمني كلمات تعبر عن حقيقة الحسين، فألهمني أن أقول أن الحسين هو الحسين وكفى. صلوا على محمد وآل محمد. جهز لا 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 هذا القربان من عبدك، أما من مغيث يغيثنا. وكأني بالحسين يقف إلى جانبكم أيها الأحبة وتسمعون الشعار: شاب يذب عن حرم رسول الله. فلنرد على الحسين بلبيك يا حسين. تقبل هذا القربان من عبدك، أما من مغيث يغيثنا. هل من ناصر ينصرنا؟ أما من داب يذب عن حرم رسول الله. لبيك يا حسين. مع رفع الأيادي جميعا. لبيك يا عباس. نصرة لزينب عليها السلام، نصرة لوزيرة الإعلام، نصرة لزينب أم الخدر. لبيك يا زينب. لبيك يا زينب. وحدك والعباس حامل ضعن راح. وحدك والعباس حامل ضعن راح. عيدها وياي: وحدك والعباس وطاح الحسين وما يوجهك فلا طاح. من النجف من حسن أبو الحديد